تحرك رسمي لطرح فئات معدنية جديدة، والبنك المركزي يصدر بيان عاجل بشأن عملة ال10,000 جنيه. أخبار أربكة الأسواق المصرية بتحسم الجهات المصرفية الجدل المثار في الساعات الماضية بشأن صورة متداولة لعملة ورقية من فئة 10,000 جنيه. الصورة بتثير حالة من الارتباك بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. ناس كتيرة بتسأل عن حقيقة اتجاه الدولة لإصدار فئات نقدية كبيرة خلال الفترة المقبلة. القصة بدأت بصورة مجهولة المصدر، انتشرت بسرعة، لكنها انتهت بتأكيد واضح إن ما يتم تداوله بشأن إصدار عملة ال10,000 جنيه غير صحيح، وإن الصورة مفبركة ولا تستند إلى أي قرار رسمي من البنك المركزي المصري أو الجهات المختصة. لا توجد أي قرارات أو دراسات رسمية داخل الجهاز المصرفي بشأن طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 10,000 جنيه خلال الفترة المقبلة. مصادر مصرفية بتقول إن الصورة ديت على منصات التواصل الاجتماعي ليست سوى تصميم مفبرك ولا علاقة لها بأي إصدار نقد حقيقي داخل السوق المصري. حساسية ملف النقد والعملات لدى المواطنين، خاصة مع متابعة الأسواق لأي أخبار تتعلق بالأسعار والتضخم والسياسة النقدية، وده السبب لانتشار الشائعة بهذه السرعة. من يملك حق إصدار العملات في مصر؟ أي عملة جديدة في مصر تخضع لاختصاص البنك المركزي باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم النقد المتداول. الصورة المفبركة أصبحت وسيلة سهلة لإثارة البلبلة، وخاصة في الملفات الاقتصادية الحساسة، لذلك لا يمكن الاعتماد على أي صورة غير صادرة عن جهة رسمية. هناك توجه لتطوير منظومة العملات المعدنية، لكن من خلال فئات مختلفة تماما عن الشائعات المتداولة.